آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي هدانا للملة الصحيحة الحنيفية التي هي التي نعتقد أنها الطائفة الناجية المنصورة إلى يوم الدين. هذه الدعوة التي تحمل هم هذه الأحداث، هذه الدعوة التي تترصد وتتعقب وترد على الباطل بكل أشكاله. من الذي تصدى للعقائد الباطلة التي تبناها المذهب الرافض اليوم؟ إنها الدعوة السلفية التي تقلق الرافضة وتجعلهم في خوف دائم من فضيحتهم، في الوقت الذي نرى فيه نوم وسبات الجماعات الأخرى التي تدعي أنها على الحق وأنها تهتم بالنصح، توجيه النصح للمسلمين. أين هي اليوم؟ لا وجود لهذه الجماعات على الساحة أبدا، بل قد تم احتواؤها تحت ذرائع ومبررات عديدة، منها التقريب، ومنها الحرص على وحدة الأمة، ومنها أن الجميع يقولون لا إله إلا الله فلا إشكال، إلى آخر ما عرفناه على هذه الساحة. لن أبدأ الكلام في خضم هذه الأحداث عن الشيعة وعن حزب الله، مع أن هذه الكلمة متعلقة بهم، لكن لن أبدأ بهذا، وإنما الذي أبدأ به التحسر والشعور بالامتعاض من النفاق الخطير الذي تتسم به سياسة الغرب اليوم. الشعور بالامتعاض من سيناريو الاستنكارات الخداعة ومسرحيات العداوة الغرارة. إيران عدوة لأمريكا، لكن لسان حال الواقع يقول للغرب ولأمريكا: تبا لكم أيها الكاذبون. لو كان القائمون على إيران جبهة الإنقاذ الوطنية، لقامت قيامة الغرب ولا أعلنوها حربا على إيران. لو كانت إيران ترأسها جبهة الإنقاذ الجزائرية، لكن من الذي يقوم على إيران؟ دولة عمائم. كيف يرتضي الغرب، يطمئن الغرب، ما زال مطمئنا وراضيا بقيام دولة عمائم؟ صارت الآن دولة عمائم نووية، عندها أطماع أن تصير دولة نووية قادرة أو تضاف إلى الدول النووية المعروفة، ولا يفعل الغرب شيئا. هذا عجيب. تستبدل دولة الشاه بخميني، دولة حزب البعث، ونحن لا نتحسر على حزب البعث فإنه حزب عدو للإسلام والمسلمين، لكن مع ذلك يظهر أن عداوة الشيعة للإسلام أعظم من عداوة حزب البعث للإسلام. فارتضوا بقيام دولة شيعية في العراق مثل دولة إيران،
ولا ننسى دولة الباطنيين في سوريا، والآن تمكن الباطنيين من لبنان في الطريق. كل هذا يقف الغرب مكتوف الأيدي تجاه ما يحدث. الذي اطلعت عليه منذ قليل أن فرنسا تشعر بالقلق، يعني بدها حبتين أسبرو، تشعر بالقلق من الأحداث في لبنان ومن تغلغل وتمكن حزب الله في لبنان. يشعرون بالقلق، أعطيهم حبتين أسبرين حتى يروح القلق. أليس هذا نفاق؟ لو كان العداء حقيقيا لدق هؤلاء ناقوس الخطر، لدق هؤلاء ناقوس الخطر كما دقوا ناقوس الخطر في الجزائر لما فازت جبهة الإنقاذ في الجزائر. قامت قيامة الغرب وتسببوا بالفتن التي ذهب ضحيتها مئات الألوف من الجزائريين، ثم عاد الغرب ليطمئن بعد إجلاء أو إنهاء أو صرف جبهة الإنقاذ عن أن يكون لها الحكم في الجزائر. يعني الأمر فيه خطورة عليهم. أنا أعجب، ما في خطورة على الدولة ما في خطورة على الغرب من دولة عمائم تبني مفاعل نووي الآن وتكاد تصل إلى خطواتها الأخيرة فيه. ما في خطر؟ ولا عندهم قلق آخر يحتاج عدة حبوب أسبرين كذلك؟ الغرب للأسف الشديد أقول كان مشركا ثالوثيا، واليوم منافقا براغماتيا. لا يخفى عليه أن مذهب الرافضة والباطنية والقرامطة النصيرية والدروز الإسماعيلية أن هذه المذاهب إنما هي خنجر يضرب الجسد الإسلامي فيه من الداخل، من داخله. ولذلك لما نعرف هذه الحقيقة يزول التعجب. إلى متى؟ الآن منذ حوالي 20 سنة وإيران تعلن عن بناء مفاعل نووي، ولا نجد إلا شجب واستنكار وقلق. واضح. إيران قامت بمباركة غربية يهودية، وسوف نثبت ذلك إن شاء الله تعالى. إذن نعم، تلك هي الحقيقة التي أنادي بها. لم تقم للشيعة قائمتهم إلا بمباركة يهودية أمريكية أوروبية ماكرة. والآن إلى موضوع حزب الله والأحداث في لبنان. أرأيتم وقاحة أعظم من هذه الوقاحة؟ مجرم يقترف جريمة قتل جماعية ثم يعطي لنفسه الحق أن يملي على الطائفة الأخرى، أن يملي على طائفة بكاملها من يحق له أن يمثلها أو من الذي يمثلها. عادة يعني الذي يمثل الطائفة يختار من الطائفة. لا، يختار من الشيعة، يختار من الشيعة. طيب ماذا عن الطائفة السنية؟ لا. يا عمي أنتم مجرمين، أنتم قتل سفاحين، أنتم قتلتم الحريري، والآن تريدون أن تملوا على أهل السنة. من الذي يمثلهم؟ يعني حقيقة مجرم يقترف جريمة قتل جماعية ثم يعطي لنفسه الحق أن يملي على طائفة بأكملها. من الذي يمثلهم؟ من سوف يمثل السنة؟ لا شك أنه سوف يكون سني الانتماء، لكن مما لا شك فيه أيضا أنه سوف يكون رافضي الانتماء، ليس الانتماء،
وإنما العمالة والخيانة والاتباع. ماذا يعني اختيار مرشح للسنة من حزب الله؟ يعني مساعدة الشيعة وحزب الله في سعيه لإخفاء جريمة اغتيال الحريري، هذا معناها. وبالتالي هذا الذي يجعل هذا الذي حقيقة يثير نقمة أهل السنة في لبنان، لأنهم رأوا أن قضية إعلان المحكمة الدولية القرار الاتهامي أنه سوف يكشف كثير من الجرائم من العصابات